الحلايقي وبالكبر، لانه كاين الحلقه وكاين الشوقه، وحنا قاعدين في الخفه ما يتكونش. تقول عسيادي انه تذكرها فصل الربيع بالام المرحومه وهي لاله تاجه، مع عسيادي عوينتها لاله كنزه وامي لاله طار وبعض النسوان اللي كانوا اسيادي معهم في الدار في الحي ديال القصور وهو الحي التاريخي. لما تيولي الزهر تيحلم، يعني تعطي داك الشداء ديالو ديك الريحه، ديك الساعه الزهر تيحلم. مني تطيح زهره من ديك الزهور بيضاء لكن مشبعه بواحد اللون وردي، تتعلن هذيك الزهره بانه آن الاوان ديال التقطيع. تينوضوا يا ساده مريم الدار تينزلوا القطاره اللي اغلبيه تكون في المصريه وهو بيت الختيم، تينزلوا المطاري وتتنفض الخبره على القطاره وتتغسل بماده تيقولوا لها السكن والسائل ديال الحامض ديال الزنبوع ديال الرنج، وتتولي يا سيدي تتبري كأنها هي الذهب كما المطاري اللي هي في واحد الشكل عجيب، لانه الصنايعي المغربي ابدع في هذا اسيادي الصور وفي هذه الاشكال وسيانه الفاسد. ليلة عسيادي تتغسل المطاريب وتتبخر حتى هي تتبخر بالعود. وهنا تينوضوا المحال فين غادي يبات الزهر، فين غادي يجي هذا الضيف اللي غادي يستقبلوه، لانه تيجي مره في السنه. تينقيو داك المحل بيت ديال الصالون او غرفه اخرى، ومن بعد تيبخروه وتيعطروه وتتنوض عسيادي مرات الدار تشري الفرشي. الفرشي لاش؟ باش يتخلقوا القنينات. تشري الثوب، واحد الثوب كانوا تيقولوا ليه ثوب حياتي، مع عسيادي ثوب اخر، وتجمع هذيك الاتوان وتتكلم لمول الدار يجيب ليها الزهور، يقتني الزهور منين؟ ما تمشي شرحبه. الزهر العسيادي الحقيقي اللي ما فيه لا زور ولا تحويل وهو اللي في اسيادي سوق العطارين. تيوصيو النسوان انه الا بيجيب الزهر يجيبو من ذاك المكان، وفعلا متى يجي الزهر تيدخلوه اسيادي بواحد المحبه، تطلق ليه اسيادي مرات الدار فراش ازار ابيض، وتينشروا هذاك الزهر وتيخرجوا وتيسدوا عليه النوافذ الثغرات، ما كاينش وين يدخل الهواء، وتيبات ذاك الزهر. ومني تيحيدوه كاع ويخرجوه باش يدوه للتقطيع تتبقى ديك الريحه يا سيدي مستقره في ذاك المكان ومسكران عده اسياديات. الله تعالى وعلا. اهلا وسهلا، وتنقول هي ولا ما هي؟ سبحان الله. اولا سيدي بقدرة السميع الكريم التقطيع عنده واحد اسيادي طقوس روحيه. من بعد العيالات تيكونوا اسيادي معذبين انه غسلوا الملاحف، سيقوا تما خلوا معلو اخرها تيمشيو للحمام. مع الصباح تيتقدموا المعلمات جوج كلهم لابسين تكشيطه، والاغلبيه تتكون ديك التكشيطه بيضاء محسمين بالراس بقتي، فيه زواق وفيه عقيق عجيب، وتيتقدموا السيدي ويصليو 2 ركعات تقربا الى الله باش ييسر ودعا. تيتلقوا السيدي الستار في الكشينه كما تتقول الاستاذه طبحت. ولكن ملي جيت بتنفسر لكم كيفاش التقدير لقيت سيدتي انه عطات داكشي اللي بغيت نقول هنا. قالت الاستاذه الكريمه ولا اعاده الا اسيادي في التهذيب، مادام هذاك القطعه اللي هي قالت غادي نفوتها وما ندورش فيها. دوك 2 دقائق واحد السلطان عنده واحد البستان، وهذاك البستان فيها اسيادي اشجار على الانواع، وواحد 2 شجرات، شجره الورد وشجره الرنج كانوا مجاورين ومعهم الا 20 تيتناوسوا بعضهم بعض.
واحد اليوم داز السلطان بدا يشم داك الريحه الطيبه، قال الله عليها ريحه، هاد الريحه ما كاينش مثلها. هو زاد شجره الورد دخلها اسيدي الحسن، انا نساني بانه انا تنجمل ليه القصر ديالو بالورود وتنكون في المناسبات والاعياد الميلاد ودع تنشكر هذه اسيادي ولاد هذه الغله الحامضه، ما تقدر كاع دوز طريق اسيادي ديالها، وما بقاتش تهضرها شجره الورد. تشوف شجره الرنج انه ما السيده اش وقع عليها، جارتها وحديتها وملي سالتها قالت لها انت ماشي جاره، انت غداره ومكاره. بحالاش انا كاع وداك الشيء اللي تنعمل السلطان تينضحك عليا. قالت لي ومالكي انا خير منك. وباش خير مني؟ قالت لها تيقبضوني وتيقطروني وتيطلعوا من العيطه. قالت لها وانا اش يديروا ليا؟ انا تيقطروني. كاين الماء الورد، الا كاين الماء الزهر، كاين الماء ديال الورد، وهي تقول لها نعم كاين الماء الورد وكاين الماء الزهر، ولكن انا تيضربوا بيا الامثال في الحب، هذاك عنده الزهر، هذاك ما عنده زهر بصوت الوالدين، هذاك والله الا زهرو تيهرس الحجر. يا ولدي اش تيقولوا لك؟ الورد كاين شي مرادف اللي هو غادي يقول على نفسه، ولهذا اختصروا الكلام، تخاصموا الجيران، ما بقى اسيادي كلام، كل شيء هذا الشيء الخولي كان تيسمع وبلغ للسلطان شجرات الرنج مع اسيادي الورد في خصام. صيفط ليهم حضروا رمزيا وسولهم اش كاين، اش وقع بيناتكم؟ قالت لي يا سيدي انا نسيتيني ونسيتي بانه عملي، كيفاش سمعتيك الورد وتتزين بيا قصرك وتتهدي بيه اسيادي، وبعد زدتي وشكرتي الرمج اللي اسيادي فكيتها، قال عياذ بالله دم سميتها الله يحفظ تتشكرها لي انا. قال لها لا تقلقيش، شتي الرمج تعطي الدواء تعطي العطر، اما انتي تعطي الجمال تعطي البهجه. إلا حيدنا العطر وحضرنا الجمال تيكون ما كانش، وإلا حيدنا الجمال وما حضرناش اسياد وحضرنا العطر تيكون داك الجمال لا شيء. ولهذا نتوما راه شي تيكملش، بكم تتكون البهجه وبكم تتكون هنا تخاسموا. وسمحي لي يا سيداتي الهضره اللي قلتي لي انا غوضه. سيدي المؤمنين تيقدروا النسوان التقديره الاولى، وهي المعروفه اسيادي بالباكوره ديال ماء الزهر. ماء الزهر تقول الاستاذه فيه اسيادي عده الفوائد. اولا الانسان اول ما تيتعشى تتخف من التخمه تيقبض اسيادي ماء الزهر على شكل خليط ماء اسيادي سخين ويشربه. التخمه تكون اسيادي في امان ما تخافش منها. كما كان تيسكن الالم ديال الرضيع تيتوضع بالحليب وتيتشرب اسيادي الصبيان. اما البالغين تيدهن عليهم اسيادي الغازات من الذات. وما نساوش العروسه اللي هي تتغسل اسياد يديها ورجليها من الحنه بالماء ديال الزهر. والزهر له اساليب طيبات في القهوه تيعطي واحد النكهه، ملي درتيه في شلاضات تتزاد اسياد يسمع. ناهيك على الوجبات الثقيله بحال الديك الرومي بيبي اللي محشو باللوز اسيادي والروز، وكذلك الكسكس والسليم. كما كان تيتخوى في الحليب وتيتقدم اسيادي العسل، وكان اكثر الحضور ديالو في الولائم. وبعد هذا ما اسيادي حكيت كما كتبت السيده وانا هيرويت، والحكايه سيدي انتهت. والسلام عليكم ورحمه الله.